السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ربنا يا رب يسعد ايامكم ويرزقنا واياكم الرزق الطيب الحلال المبارك، اللهم امين، ويرزقنا واياكم جنات الفردوس يا رب العالمين. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو حلو قوي 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 ومحبب لقلبي. الفيديو بتاعنا النهارده عن السمان يا ناس، اتحدث عن السمان الطائر الحلو اللذيذ الجميل الحلو الظريف اللي ممكن تتعلقوا به بسرعة جدا. والله العظيم بجد مفيش حد ربى سمان غير وتعلق بيه فعلا. هو كده حب عاطفي، ما شاء الله اللهم بارك. دي أنثى اللي أنا كنت حطاها فوق القفص، وده الذكر اللي موجود عندي. عايزة أقول لكم على حاجة، معلومة الأول كده بسيطة سريعة. أنا كان عندي 3 أبيض، واحد ذكر واتنين أبيض أناسي. الذكر ظهر عليه موضوع الافتراس. طب الافتراس عند السمان أسبابه كتير، من ضمنها ممكن يكون نقص الكالسيوم، نقص الأملاح المعدنية، ممكن يكون وراثي، وده 90% أو 99% كمان اللي كان عندي. طيب ده ما شاء الله اللهم بارك كويس جدا، حجمه كويس، فكان مخليه مش بيكسر الفرخات بتاعته. لان هو دوك التانيين نفس اللون ده. فالذكر ابتدى يبقى عنده عدوانية، فأنا أول ما لقيت واحدة متعورة بس حاجة خفيفة عزلتها شوية، ولقيت التانية فعزلتها، سبتهم يومين 3 بعيدة عنه ورجعتهم له. يعني عايزة أقول لكم كلهم واحدة كان ببعد راسها خالص. طبعا أنا ما صورتلكوش الموضوع ده عشان ما اديكوش طاقة سلبية، وبقوله لكم دلوقتي عشان برضو لعل وعسى حد يستفاد من التجربة. طبعا انا عملت ايه؟ انا وقتها خدت ال3 وذبحتهم، وما شاء الله الحمد لله بالهنا والشفا يعني كلناهم. آه ليه بقى انا عامله الفيديو ده؟ عشان خاطر اتكلم معاكم في نقطه برضو مهمه. دلوقتي انا عندي 7 سمانات ومعاهم الذكر بتاعهم، الله اكبر، باخد منهم كل يوم 7 بيضات، والله العظيم 7 بيضات. يعني قلما جدا كان في الاول كمان لما كنت باخد 6 او 5، لكن دلوقتي خلاص بضوا معايا 7 يعني قليل يوم مثلا لو لقيتهم 6، ممكن الاقي 7 الصبح. تمام، لان هما دلوقتي بقوا يبيضوا عندي متاخر، ولو حاجة ناقصة بالاقيها الصبح. وساعات زي ما هتشوفوا في الفيديو دلوقتي ممكن تبقى البيضة هي اللي مستخبية مني وانا ما شفتهاش. دي حاجة. تاني حاجة، انا لسه منضفة للسمان اهو. السمان انا ممكن اقعد بالاسبوعين كمان ما نضفلوش، ما شاء الله اللهم بارك، عددهم قليل في الصندوق والمكان كويس عليهم وهاوي. فانا دلوقتي نضفت له، حطيت له طبقة جير بسيطة. بصوا ده قعر الصندوق اهو، انا بقول لكم ده قعر الصندوق، وطبقة تبنى عليها، وعلى كده طبعا ما بنزودش الطبقة تحتهم، عشان زي ما قلنا السمان من طبيعته ان هو بيحفر ويحط البيض. طيب تربية السمان من أبسط ما يكون، والله العظيم أبسط ما يكون. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، طائر عنده مناعة كويسة جدا 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 جدا، اللهم بارك لأبعد حد. استهلاكه في العلف طالما احنا ما عندناش كمية مش هتحسوا بيه. هيدينا إنتاج لحم. طبعا أنا زي ما قلت في فيديوهات قبل كده كتير، السمان بالنسبة لي 3 شهور بيض، وبعد كده يعني بيكون عندي دورة تانية أو ممكن أحضر لدورة تانية جديدة. باخد راحة منه برضو، يعني ممكن أنا أخلص الدورة دي واستنى وما أبدأش دورة تانية جديدة. ليه أنا عاملة الفيديو بتاع السمان ده في الوقت ده بالذات؟ عشان خاطر الوقت ده وقت السمان. في ناس نفسها تربي ومش عارفة الوقت ده تعرف تربي فيه ايه. ربوا سمان. السمان بيحب الحر، والتحضير بتاعه في الحر هيكون سهل جدا معاكم، وان شاء الله يعدي بسلام. عندكم قائمة تشغيل اسمها دورة سمان جديدة. دورة السمان كاملة من أول يوم لغاية ما بيبشر معانا في البيض. وكمان الفيديوهات اللي نزلتها برضو تخص السمان موجودة، لو حد حابب ان هو يزود خبراته يطلع زيادة. السمان بيبيض معانا على عمر 35 37 يوم. السمان اللي عندي ده سمان هجين، في منه البيور برضو بيبيض وبيدينا وزن حلو احلى من ده. ده متوسط الوزن بتاعه بيبقى حوالي 270 280 ممكن 300، وفي 260 وفي 200. طبعا بنذبح الذكور عشان صوتهم بيبقى مزعج جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طيب ليه بقى انا دايما بقول لكم على السمان نربيه سمان باقل عنايه، آه بيدينا انتاج كويس. والله العظيم بجد اكلوا بس علف 23%، ده افضل حاجه للسمان من اول يوم لغايه اخر يوم. اول يوم طبعا اول فتره احنا قلنا بنطحنه والكلام ده كله بالتفاصيل عشان ما نكررش كلام. اللي عايز التفاصيل الممله هيلاقي كل ده في الدورات متصور يوم بيوم، فيديوهات مجمعه.
طيب بالنسبة للذكر والأنثى بيتعرفوا من بعض، الذكر صوته بيبقى مزعج الصراحة، فما ينفعش تسيبوا ذكور كتير، وكمان ممكن يعملوا افتراس ويتخانقوا مع بعضهم على الأناسي. تمام. ده كان 5 بيضات، وزي ما قلت لكم أنا ما شفتش البيضة كانت جنب الطوبة، وأنا حطيت لا وإيه بقى شايل العلافة عشان أشوف لو حاجة مستخبية. ما شاء الله عليا ناصحة يعني بزيادة. بصوا دول 5 بيضات. بعدها خدت بقى الاتنين التانيين. بصوا الناحية التانية بوريكم بقى. دي ما شاء الله حجم البيضة كبيرة شوية، فأنا كنت بقول لكم كده في وقت الفيديو يعني. المهم ربوا سمان مش هيحتاج منكم. بصوا دول 7 بتوع اليوم اللي قبل. السمان مش هيحتاج منكم اي مجهود اي خبره. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مكان ممكن تعمل له قفاصه او صندوق زي ده، ممكن يتحط في البلكونه. ممكن كمان القفاصه بتكون حل عملي، ان احنا يعني بطاريه كده يبقى ادوار فوق بعضها، ممكن دور نحط فيه سمان، دور فراخ بيضه، وكفايه قوي عليكم كده. يعني لو انتوا لسه مبتدئين ممكن نعملها 3 ادوار مثلا او 4 كمان، والدور اللي فوق ده عشان مش هيبقى سهل قوي ممكن نخزن فيه علافة سقاية، نحط فيه دواء تحصينة، بحيث ان يبقى المكان صغير اللي احنا شغالينه في البلكونة، ولكن شايل معانا كمية طيور ما شاء الله اللهم بارك، وكمان بأشيائها. لأن هو القصة مش في المكان بتاع الطير بس، لا ده بالعكس، في مكان هنبقى محتاجين نحط فيه علف، محتاجين نخزن فيه الحاجات بتاعتنا اللي احنا مش محتاجينها زي كده. وبرضه وإن كان 3 أدوار في البطارية، أنا أرجح إن هو كده مناسب عشان خاطر الطول ما يبقاش مشكلة. لكن إحنا لو هنخزن فيها الحاجة بتاعتنا زي ما باقول لكم كده مش هتبقى بعيدة أوي. كمان لو أنتِ عندِك كمية صغيرة ممكن تشتري علف أول بأول، فمش هتحتاجي له مكان أوي. السمان مغذي جدًا وخفيف جدًا، مش دسم، والبيض بتاعه برضه مليان عناصر غذائية مفيدة للكبار وللصغار. بالرغم من حجم البيضة الصغير، ولكن هي ممكن تكون فيها قيمة أعلى من قيمة بيضة الفرخة كمان. ممكن نمشي عليه مع تحصينات في البداية، وممكن ما نستخدمش تحصينات ونمشي على أعشاب زي ما مشينا معاكم في الدورة، وكلها حاجات بسيطة من البيت، مش بيكلفنا كتير ولا مجهود ولا وقت ولا أي حاجة ولا مكان كمان. طائر هادي جدًا. طالما إحنا سايبين ذكر واحد بس، فما بيبقاش في صوت أوي، مش هتحسّوا بيه أصلًا. لكن لمّا بيبقى في ذكور كتير، يعني قبل ما أدبح الذكور مثلًا، كان ما شاء الله اللهم بارك، صوتهم يعني كلمة مُزعج شوية أكتر من مُزعج كمان. ربنا يا رب يطعمنا وإياكم الرزق الحلال الطيب، يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، ويرزقنا وإياكم جنات الفردوس يا رب العالمين، اللهم آمين. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك، وكمان كومنت حلو زيكم، حتى لو دعاء بظهر الغيب أو تذكروا الله. ربنا يا رب يجازينا ويجازيكم كل الخير يا رب العالمين. دول 5 بيضات اهم. بيض السمان عندنا ما شاء الله اللهم بارك، ولادي بيحبوه جدا جدا يعني. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ولو حابين حاجة تانية غير السمان تربوها وتديكوا انتاج لحمة حلوة قوي، وكمان تديكوا طاقة ايجابية، هي بتحتاج عناية شوية، لكن والله العظيم ما صعبة. هي الفراخ البيضة، الفراخ البيضة مش صعبة، بس بتحتاج عناية. ليه؟ زي ما شاء الله هو طائر بيكبر بسرعة، كمان بيحتاج خدمة كتير شوية. إن شاء الله أعمل لكم فيديو منفصل عن تربية الفراخ البيضاء في أقرب وقت. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبصراحة يعني أنا باحب أقعد قدام السمان كده أتفرج عليه وأنسى الدنيا كلها. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، ولغاية هنا هاقول لكم مع السلامة.